منذ نهاية السبعينيات وحتى نهاية التسعينيات برز العنف كأداة تعبير أساسية بل ووحيدة أحيانا لعدد من القوى الإسلامية. عنف أهوج اجتاح البلاد والعباد، امتد من دمشق وحماه إلى القاهرة وأسيوط، ومن الجزائر والمدية إلى الرياض والخبر. عنف وضع الآلاف من الشبان الإسلاميين في مواجهة الدولة وأجهزتها وذراعها الأمنية. انطلق العنف وقد بلغت الدولة مستوى غير مسبوق في سيطرتها وتحكمها، وانحسر عن دولة أكثر تحكما وسيطرة. بدلا من أن يأتي العنف بالتغيير والإصلاح، انتهى إلى تعميق الانقسامات في المجتمعات العربية والإسلامية. وفي دوامة العنف ضاع جيل بأكمله من الشباب بين المنافي البعيدة وظلمة السجون والموت. في 2 فبراير شباط 1982 نادت مكبرات أصوات المساجد في مدينة حماه السورية باسم علماء المدينة على السكان بالجهاد. خلال ساعات قليلة كان هناك عشرات المسلحين الإسلاميين في الشوارع، بينما انطلقت جموع المتعاطفين معهم إلى مخازن الأسلحة في المقار الأمنية والعسكرية الرسمية للسيطرة عليها. مع حلول المساء كانت المدينة قد خرجت عن سلطة الدولة، واستمرت سيطرة المسلحين الإسلاميين عليها طوال 10 أيام. في يونيو حزيران 1975 اعتقل حديد إثر اشتباك مع قوات الأمن. بعد اعتقاله بشهور أعلنت وفاته في مستشفى السجن، ويعتقد كثيرون أنه مات تحت التعذيب. قبل وفاته بقليل نجح حديد في تهريب رسالة من سجنه يدعو فيها العلماء والجماعات الإسلامية إلى إعلان الجهاد على النظام الكافر. وفي 8 فبراير شباط 1976 قامت الطليعة المقاتلة التي بات يقودها الآن عبد الستار الزعيم باغتيال رئيس فرع المخابرات العسكرية في مدينة حماه. ولكن المجموعة لم تعرف على نطاق واسع إلا بعد قيامها بمجزرة مدوية لطلاب مدرسة المدفعية بمدينة حلب في 16 يونيو حزيران 1979. وليس هناك من شك في أن الهجوم على مدرسة المدفعية خطط له سياسيا كما خطط له عسكريا، فقد قام المهاجمون بفرز طلاب المدرسة طبقا لطائفتهم، ثم تعمدوا قتل العلويين منهم فقط. أعلنت المسؤولية عن هذا الهجوم باسم الطليعة المقاتلة للإخوان المسلمين. وصل الصدام ذروته في أحداث حماه في فبراير شباط 1982، وقد جاء تدمير المدينة وقواعد الإسلاميين فيها إلى جانب خسائرهم الباهظة في حلب ودمشق ليحسم الصراع لصالح النظام. كانت سنوات الصراع قد أثقلت المجتمع السوري وأوقعته في أجواء من الرعب والانقسام. ولم يكن إخفاق الإسلاميين في حماه إخفاقا عسكريا وأمنيا وحسب، بل تمثل أيضا في عجزهم عن إشعال حالة تمرد وطنية شاملة.
لم تقتصر عاصفة العنف على سوريا، فقد كانت مصر كبرى البلاد العربية وأهمها تدخل هي الأخرى نفق الصدام المدمر بين الإسلاميين والدولة. ففي ظهر يوم الثلاثاء 6 أكتوبر تشرين أول، وملايين من المصريين يراقبون الاستعراض العسكري الضخم في ذكرى نصر 1973، إذا بالمشهد يسفر عن تطور بالغ الغرابة، إذ توقفت إحدى عربات المدفعية وأخذ جنودها في توجيه نيرانهم نحو الجالسين على منصة الاستعراض. استمر إطلاق النار وإلقاء القنابل اليدوية ل40 ثانية، انتهت بجرح عدد من الجالسين وقتل رئيس الدولة السادات. قائد مجموعة عربة المدفعية كان الضابط خالد الإسلامبولي، الملازم بلواء المدفعية 333. أما أفراد مجموعته فهم عطا طايل وعبد الحميد عبد العال وحسين عباس علي، وهم عسكريون سابقون استطاع الإسلامبولي إدخالهم طابور العرض بوسائل ملتوية. في مطلع 1981 التقى قادة الجماعة الإسلامية بمحمد عبد السلام فرج، المهندس بالإدارة الهندسية بجامعة القاهرة، والذي كان يقود مجموعة جهادية سرية صغيرة. كان فرج قد قرأ هو الآخر ابن تيمية وطبق فتاويه بخصوص التتار على أنظمة الحكم المعاصرة. رأى فرج أن إسلام الحكام كإسلام التتار ليس إسلاما صحيحا، وبينما أجاز ابن تيمية قتال التتار لاعتدائهم على دولة المماليك التي كانت تحتضن الخلافة، قال فرج إن الجهاد ضد الحكام هو فرض على كل مسلم. الإسلاميون الجهاديون باغتيال الدكتور رفعت المحجوب رئيس مجلس الشعب المصري في وضح النهار أمام فندق سميراميس انتركونتيننتال بقلب القاهرة. ففي 17 أكتوبر تشرين أول 1997 قامت مجموعة من أعضاء الجماعة الإسلامية بمهاجمة عدد كبير من السياح الأجانب في مدينة الأقصر، وقد انتهت العملية بمقتل الشبان الإسلاميين وأكثر من 70 سائحا. هزت العملية أرجاء مصر وعمقت من عزلة الإسلاميين المسلحين. خلال الشهور القليلة التالية التزم الإسلاميون التعهد بوقف العنف، وبدأت سلطات الأمن في الإفراج التدريجي عن الآلاف من المعتقلين بلا أحكام أو من انتهت محكومياتهم. وبعد فترة وجيزة
بدأت قيادات الجماعة في السجون إصدار عدد من المراجعات لنهج العنف ومسوغاته.